أن الأوضاع في المنطقة الآن تحت سيطرة الحشد. جامعة كربلاء تحتضن مؤتمرا علميا حول الاعتدال في الدين والسياسة بهدف تحديد خطاب واضح لمرحلة ما بعد داعش، بهدف وضع خارطة طريق فكرية واضحة لمرحلة ما بعد داعش. عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء وبالتعاون مع مؤسسات ثقافية ومركز دراسات علمية المؤتمر الوطني الأول لمناقشة موضوع الاعتدال في الدين والسياسة، وبحضور شخصيات دينية وأكاديمية وممثلين عن الحكومة المركزية والأوقاف الدينية. الخطاب المعتدل في الجانب السياسي والجانب الديني مهم جدا لبناء التعايش وبناء الوحدة الوطنية، لأننا نعتقد أن ميلاد داعش وأخواتها كان ناتج عن خطاب متطرف. السلام لم يأتي من الفراغ، السلام والمحبة متلازمتان لشيء واحد. لما تكون المحبة موجودة وسائدة سيحل كل شيء. هذه المؤتمرات يجب أن تكون مفعلة. المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 100 باحث من مختلف المحافظات ومكونات الشعب العراقي حذر من مخاطر هجر المشتركات الثقافية والوطنية والتوجه نحو تكريس التعصب على أسس طائفية أو أثنية. ضرورة أنه نبحث كثيرا ونضع قضية التعايش السني بمكان مهم جدا، أنه الاهتمام بالبعض بالطائفة والعشيرة والمنطقة والقومية، أعتقد هذا يذهبنا إلى انقراض في داخل العراق. التعايش السلمي ضرورة إلهية وضرورة إنسانية وضرورة تشريعية من أجل أن يبقى العراق موحد. وبحسب القائمين على المؤتمر فإن أهداف إقامته كانت تدور حول إيجاد خطاب معتدل للاعتقاد بأنه واحد من ضروريات مرحلة ما بعد داعش، والتخلص من كل أشكال الخطاب المتطرف الذي يمزق النسيج المجتمعي في العراق.